الجبنة النباتي او الجبنة الصيامي حلوة جدا في فطار الصبح او في عشاء بالليل، تعمليها للولاد في اللانش بوكس. مغذية جدا جدا جدا. عايزين نقل شوية من المنتجات الحيوانية في اكلنا. المنتجات النباتية بتبقى صحية اكتر واقتصادية، وان شاء الله نحاول نتغلب على الطعم ونخلي طعمها قريب جدا من المنتجات الحيوانية. انا هعملها النهاردة بحليب الشوفان. عندي حليب، كوبايتين من حليب الشوفان، حطيت لهم ملح، حطيت معلقة ملح، معلقة كركم، معلقة من بودرة الثوم، ومعلقة من طعم الجبنة من عند العطار. لو عايزة ممكن نستغنى عنها. وحطيت كمان معاهم معلقتين كبار هرميين من النشا. قلبتهم كويس قوي على البارد، وبعد كده خدتهم على النار. ممكن في المرحلة دي اضيف ربع كوباية زيت نباتي. هنا انا حطيت 3 ليمونات معصورين، 3 ليمونات كبار عصرتهم وحطيتهم، وهبتدي اقلب باستمرار علشان ما تتلسعش مني. هفضل اقلب لغايه ما الاقي القوام ابتدى يتخن معايا. في الاثناء دي انا كنت عملت جبت معلقتين كبار من الجيلاتين، دوبتهم في 4 معالق من الميه وسبتهم على جنب. وبعدين هكمل الخليط بتاعي لغايه ما وصل للمرحله دي ولقيت قوامه ابتدى يتخن كده معايا. ابتدي اروح حاطه الجيلاتين. طفيت النار واحط بقى الجيلاتين. هيسيح طبعا من الخليط بتاعي لانه سخن، هيسيح ويتجانس، والجيلاتين يبتدي يشتغل معايا، ويبقى ده الماده اللي هتمسك لي الجبنه بتاعتي. كده تمام قوي. اخدها بقى اروح احطها في علبه تلاجة، في قالب انجليش كيك، في اي حاجه انت عايزاها. انا حطيتها في علبه لبن حليب، غسلتها كويس وبعدين نشفتها وحطيتها فيه من غير ما تدهنيها ولا اي حاجه خالص. بعد كده اخبطها خبطتين عشان لو في اي هوا فيها يخرج، وحطيتها في التلاجة ليله كامله، وبعدين ابتدي اخرجها من العلبه بتاعتها. مجرد ان انت بتقطعي العلبة وتشيلي الورقة بتطلع معاكي على طول زي ما احنا شايفين، متماسكة وجميلة. بس بعتذر عن الجزء ده في التصوير، معلش الكاميرا كانت بتتهز. وادي شكلها. ولو عايزة تعرفي بقى حليب الشوفان بيتعمل ازاي، هسيب لك اللينك بتاع حليب الشوفان في صندوق الوصف، اضغطي عليه وشوفي الفيديو.